السلام عليكم. باش نكونوا واضحين في بعض الأمور، المغرب دولة ذات سيادة وما كتلعبش في مسرح الوهم، واللي باغي يجرها المعركة مفتعلة راه ما فاهم حتى حاجة. قرارات المغرب ما كتخرجش من حسابات فيسبوكية ولا من ضغط إعلامي، كتصايب داخل مؤسسات الدولة وكتنفذ بلا تبرير ولا مسايرة بالضجيج. اللي كيدور دابا ماشي نقاش ولا اختلاف رأي، راهو هجوم سياسي خسيس، الهدف منه تشويش وكسر الثقة وضرب المعنويات. واللي ما كيعرفش يفرق ما بين الموقف الرسمي والبروباغندا المعادية راه كيخدم خصوم بلادو بلا ما يحس، وكيشارك في الاستهداف. المغرب في افريقيا ما حاضرش بالكلام ولا بالشعارات، حاضر بالفعل، بالعمل وبالنتائج اللي كتحرق اعصاب الحقيدي. المغرب كيتقدم بثبات وهدوء، والخصوم ديالو باقين عالقين في الهامش بلا اثر غير الضجيج والنواح. تحياتي لكم.